اخيرا بعد 9 سنين ريال مدريد بتقدر تحقق العالم الكامل في مجموعات دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد اخر مره حققت هذا الانجاز كان بموسم 2014 2015، موسم العاشر التاريخي مثل ما بتعرفوا، وكنا تحت قياده كارلو انشيلوتي كمان بالتحديد اللي هو مدربنا حاليا. ممكن الجيل الجديد يستغرب واللي اعمارهم صغيره يستغربوا من هاي المعلومه، لكن فعليا ريال مدريد في اخر 9 سنين ما قدرت تحقق هذا الانجاز، حتى مع انه اخذنا ثلاثيه تاريخيه في دوري ابطال اوروبا. لكن مدريد معروف عنه انه دائما بيكون ضعيف في دور المجموعات وقوي في الادوار الاقصائيه. مباراه شكليه كانت لريال مدريد، مباراه الكل كان متوقع فيها نشوف اكبر عدد ممكن من الشباب، لكن مثل ما بنعرف انشيلوتي بيضل انشيلوتي، مدرب بحس عنده عداوه مع الشباب حتى لو كان الفريق متاهل وضامن التاهل وفايز. لكن شفنا كيف انشيلوتي بدخل المباراه في افضل تشكيله ممكنه، ريح كم من لاعب، ريح روديجير، ريح توني كروس، وشفنا ابراهيم دياز اللي هو بالاساس مو اساسي لكن في اخر فتره مع الاصابات صار لاعب مهم في التشكيله. شفنا كيف انه بريحه من التشكيله. كان واضح انه انشيلوتي داخل المباراه بدون اي مزح، المدرب بده العلامه الكامله. وبصراحه انا كنت ضد انه يدخل تشكيله اساسيه كامله، كنت حابب اشوف الشباب، لكن مستوعب فكره انه حاب يحقق العلامه الكامله كونه ريال مدريد نادي كبير، وغياب هذا الانجاز على ريال مدريد في اخر 9 سنين شيء كثير كارثي للامانه. اكبر فريق في اوروبا وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في دوري ابطال اوروبا ينهي دور المجموعات في اخر 9 سنين في العلامه الكامله، فهالشيء غريب. المفروض انه انشيلوتي يدخل في التشكيله الاساسيه حتى انه يحقق العلامه الكامله بعد غياب من 9 سنين. طبعا المباراه كانت بشكل عام مباراه عاديه، ما كان الرتم فيها عالي. شفنا في الشوط الاول كيف الفريقين ما كانوا جيدين، كان فيها كم فرصه من الفريقين على المرمى. شفنا ريال مدريد كان في عندها نقط ضعف كبيره خاصه في التمريرات الطويله، وهالشيء ما كان مستمر على طول المباراه. كان في بدايه الشوط الاول شفنا مودريتش كيف كان راح يتسبب بهدف ضد ريال مدريد في بدايه المباراه في اول 4 دقائق بعد تمريره خاطئه، لكن ما استغلها مهاجم يونيون برلين، وشفنا كيف قدر انه يصد الكره. لقطه بتدل على انه مودريتش يمرق بفراغ وازمه ثقه بالنفس. وشفنا كيف المشاكل زادت على راس مودريتش مع نهايه الشوط الاول بعد تضييعه لضربه الجزاء. بتمنى انه يسجلها، اي مدريدي واي عاشق لكره القدم بتمنى انه مودريتش يسجل الكره ويكون فرحان. مودريتش الكل بيحبه، حتى جماهير الخصوم بشوفهم بيزقفوا له بالعاده في المباريات لما يتم تبديله او حتى لما يعمل لقطه مميزه في المباراه، بنشوف كيف الجماهير بتحترمه. كان في نقطه ضعف واضحه في ريال مدريد بالشوط الاول وهي فالفيردي او بالاحرى مركز تشوميني. فالفيردي في اخر فتره كان بيغطي مركز تشوميني، وكانت هاي نقطه ضعف كبيره لريال مدريد في مباراه بيتيس وحتى في مباراه يونيون برلين. الشوط الاول ما في شيء نذكره بصراحه، ما كان هالشوط المميز، لكن شفنا خطا الابا لاخر فتره بمرق بفتره سيئه مع ريال مدريد. وشفنا كيف يونيون برلين قدروا يسجلوا جول بعد خطا الابا الغريب. خطا زي هيك ممكن يكلفك بطولات، خاصة إذا كنت تلعب في نصف نهائي أو نهائي بطولة كبيرة، فألابا لازم تصحصح شوي لأنك أنت بتلعب في ريال مدريد وبآخر فترة ما كنت على بعضها. بالشوط الثاني كلنا توقعنا نشوف تغييرات وخاصة خروج مودريتش وحتى فالفيردي اللي كان بالنسبة لي مش بأفضل حالاته، لكن شفنا أنشيلوتي كيف إنه ترك مودريتش طول المباراة، وأنا بصراحة بحترم هالإشي وأنا حبيت هالإشي في أنشيلوتي إنه ترك مودريتش في المباراة رغم انه كان لاعب سيء ومن اسوء لاعبين ريال مدريد في مباراة امبارح. انشيلوتي ترك مودريتش لانه احنا ضامنين التأهل، ومودريتش لاعب اسطوري وتاريخي في ريال مدريد، كان لزام على انشيلوتي انه يتركه شوي في المباراة ويخليه يسترجع الثقة، وهالشيء انا بحترمه مثل ما حكيت. شفنا كيف ريال مدريد بعد دخول توني كروس صاروا افضل، مدريد استحوذت على الكرة اكثر، وشفنا مدريد اخطر في الشوط الثاني. في الشوط الاول كان ريال مدريد مشكلته في بناء اللعب، لما دخل توني كروس شفنا الفريق بيمسك الكرة اكثر، وشفنا كيف الهجمات زادت اكثر. بالنهايه شفنا ريال مدريد بتفوز في المباراه وبتنهي المجموعه بالعلامه الكامله بعد 9 سنين. فيها كم ملاحظه على الفريق بهاي المباراه. يوم بعد يوم بنلاحظ انه غياب تشوميني نقطه كثير مؤثره على ريال مدريد، واحنا محظوظين انه في الفتره الجايه راح يرجع تشوميني، راح يكون من اول اللاعبين اللي بيرجعوا للفريق. فالفيردي حاول انه يعوضه بالفتره الاخيره، وتوظيف انشيلوتي لفالفيردي كان سيء الفتره الاخيره، خاصه انه لعبه في مركز تشوميني. شفنا كيف الفريق عانى ضد ريال بيتيس وكيف عانينا ضد يونيون برلين. فالفيردي لاعب جيد، فالفيردي لاعب بوكس تو بوكس، بس انك تلعبه في مركز متوسط ميدان دفاعي انت اخذت كثير من جهد. لكن انا بلتمس عذر لانشيلوتي خاصه مع الاصابات الكثيره، وما في اي معوض لتشوميني في ريال مدريد في هذا المركز. توني كروس هو ثاني لاعب في هالمركز، لكن كروس ما بيقدم افضل اداء له في المركز بوجهه نظري الشخصيه. وبالنسبه لتوني كروس يوم بعد يوم بثبت توني كروس انه لاعب بيستحق الاساسيه في ريال مدريد، لاعب بيستحق انه يتم تجديده في الموسم الجاي. توني كروس لما كان يغيب عن المباريات في ريال مدريد خاصه في بدايه الموسم شفنا كيف كنا نعاني في بناء اللعب، وشفنا الفريق كيف كان بيعاني حتى يفوز في المباريات، لكن مع كروس شفنا كيف المباريات بتصير اسهل، شفنا كيف الاستحواذ بيزيد على الكره، شفنا انه الهجمات بتصير اكثر على الخصم. لكن في مشكله كبيره تتعلق في توني كروس. وجود توني كروس في التشكيله بيعني انه لازم واحد من كامافينجا او تشوميني يقعد على الدكه،
وكثير جمهور ريال مدريد بيحب هاللعيبه، وحتى لعيبه مهمين في تشكيله ريال مدريد، وصعب انه نشوف واحد منهم على الدكه، لكن بنفس الوقت توني كروس صعب يقعد على الدكه، فاتوقع نشوف كامافينجا ممكن يقعد على الدكه، او نشوف كامافينجا بيلعب كظهير ايسر. انا برجح لعبه كظهير ايسر، وبتمنى انه يلعب كظهير ايسر. انا بحبه في خط الوسط اكثر، لكن الظهير الايسر عندنا سيء الموسم الحالي، وبخط الوسط في عندنا زحمه لاعبين. تشوميني هو الاساسي لا غنى عنه في خط الوسط الدفاعي، توني كروس لا غنى عنه كمان في التشكيله الاساسيه، وفالفيردي وبيلينغهام نفس الشيء، بيلينغهام ما في عليه اي كلام. شو تتوقعوا انتم؟ تشوفوا توني كروس يقعد على الدكه، او تتوقعوا زي ما حكيت كروس يكون اساسي مع تشوميني ونشوف كامافينجا في الظهير الايسر؟ بالنسبه لخوسيلو اللي سجل هدفين في مباراه يونيون برلين بعد معاناه في الفتره الاخيره من تسجيل الاهداف. خوسيلو بصراحه من افضل لاعبين ريال مدريد في الراسيات، وانا بالنسبه لي ثاني افضل لاعب في اخر 10 سنين بيلعب في الراسيات في ريال مدريد كمهاجم. لكن كلاعب بشكل عام احنا بنعرف انه راموس هو افضل لاعب لعب في ريال مدريد بيلعب في الراسيات، بعدين بيجي كريستيانو رونالدو. حاليا انا بشوف خوسيلو من افضل اللاعبين اللي مرقوا على ريال مدريد بالسنين الاخيره كمهاجمين بيلعبوا بالراس، وهو للاسف بيعاني من ضعف ريال مدريد من ناحيه العرضيات والاظهره، لانه احنا بنعرف انه الاظهره هم المسؤولين عن العرضيات، والاظهره اللي عند ريال مدريد للاسف فاسكيز لما يرفع الطابه ما بيرفع الطابه، بيرفع ضغطي وضغط جمهور ريال مدريد مثل ما انتم عارفين. بالنسبه لانشيلوتي الكل توقع انه يدخل نيكو باز من بدايه المباراه، او اقصى ما فيها انه يلعب في الدقيقه 60 او 70، لكن شفنا انشيلوتي بدخله في الدقيقه 89 و40 ثانيه. ما بعرف ايش بتهيأ له انشيلوتي من هالتبديل في الدقائق الاخيره، بس انا كنت بفضل انه اشوفه ياخذ فرصه اكبر او فرصه كامله. وشفنا لما دخل مع انه لعب 5 دقائق كاملات شفنا لمسته على الكره، لاعب له مستقبل، لاعب مميز كثير. نيكو باز لاعب راح يكون مهم في ريال مدريد وحتى في الكره العالميه في السنين الجايه. ما بقدر اختم الفيديو اذكر رودريجو اللي صار مساهم في 7 مباريات من اخر 8 مباريات مع ريال مدريد سواء كتسجيل او كصناعه. رودريجو مقدم اداءات ممتازه، ومثل ما حكيت في فيديوهات ماضيه انا بالنسبه لي رودريجو هو المستحق الاساسيه في مركز الجناح الايسر. ممكن كثير ناس تختلف معي، محبين فينيسيوس بالتحديد ممكن يزعلوا من هالشيء، لكن انا بالنسبه لي بشوف انه رودريجو افضل من فينيسيوس في مركز الجناح الايسر، مع انه لعب في مركز الجناح الايمن وقدم اداء ممتاز امبارح، كان يروح كثير على الجناح اليمين احيانا وحتى في مباراه بيتيس، لكن بشكل عام احنا بنعرف انه في المركز الايسر بيقدم افضل اداء له، وشفنا هالشيء في الفتره الاخيره. لاعب فنان على الكره، لاعب رائع رائع جدا بصراحه، مراوغاته خيال. استمتع حرفيا لما تحضر ريال مدريد وتشوف رودريجو على الشمال، استمتع حرفيا. في النهايه ما بدي اطول عليكم، بقول لكم مبروك الفوز، وان شاء الله عقبال ما نكون محققين 15 في نهايه الموسم، خاصه مع تحقيقنا العلامه الكامله في المجموعه، وهالشيء ثاني مره في اخر 9 سنين بعد موسم العاشره، فان شاء الله يكون فيها الخير علينا. وبقول لكم اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.